شكرا لك على السؤال ديالك. فأكيد أنه الفلسفة ديالي فهي واضحة. لاعب إلا عنده فوق 30 سنة ويأدي ويمكن له يعطينا الإضافة للمنتخب ديالنا، يستحق هو اللي يكون. اللاعب اللي شاب عنده 17 سنة وشفنا فيه بأنه يمكن له يأدي ويعطينا الإضافة للمنتخب الوطني ديالنا، هو اللي غادي يكون. ما عندناش فقط ناخذ لاعب صغير السن لأنه فقط لاعب صغير السن باش تسمع علينا بأننا كناخذوا اللاعبين صغراء ولكن واخا هو ما يستحق، لا. أو لاعب كبير السن فقط لأنه عنده اسم، أو أنتم عارفين الكواليس الأخرى، عنده هذا وهذا وهذا، فقط غادي نلعبوه لأنه كبير السن. أنا يعني بتجربتي مرة أخرى المتواضعة عندي قناعات بأنه من يستحق شيء خصو يكون عنده 16 سنة كاللاعب يستحق. ما غادي تلقاو ما نتواناش ولو لثانية باش أنني نلعبو. لاعب كبير السن يستحق، ما غاديش نخاف باش أنني نحافظ عليه باش يلعب. المكان ديال أجدر، المكان اللي كيحترم مرة أخرى الراية العمانية وكيقدر حمل القميص العماني، المكان اللي يعطينا الإضافة. وهنا تماشيا مع هذا الكلام اللي قلت، كاين واحد الكلمة مهمة بزاف، هو أنه بطبيعة الحال يكون عمل فيما يتعلق بأقل من 23 سنة، تتبع عن قرب. كذلك عندنا مخطط باش أننا نديروا مدرب على رأس هذه الفئة أو الفئة ديال أقل من 17 سنة، باش يكون واحد التواصل اللي يكون يومي واللي يكون أسبوعي باش نكونوا على بينة من التطور ديال اللاعبين. كذلك ما نساوش بأن عندنا من بين الأوراش أننا ننزلوا واحد العمل سنوي لهذه الفئات هادو، واللي يمكن نمشيو لما هو أبعد مع المدة باش أننا نوحدوا طريقة التدريب، نوحدوا طريقة التعامل، نوحدوا الخطط اللي يكونوا متوحده مع الفريق الاول، باش لما يجي اللاعب اللي عندنا الفريق الاول يجي والامور سهله بالنسبه ليه ويدخل في القالب بكل اريحيه. فهذو كلها من الاشياء اللي كتهمنا بالنسبه للمستقبل ديال المنتخب العماني ان شاء الله الرحمن الرحيم. شكرا. كابتن طارق، هل سنشاهد يعني منتخب عمان بصيغه تكتيكيه مغربيه تعتمد على الانضباط الدفاعي والتحولات السريعه، ولا انك راح تعتمد على بناء لعب يتناسب مع المهارة الفردية للاعب نفسه، اللاعب العماني؟ اثنين، فيما يخص انتقاء اللاعبين للفريق الاول، مثل ما قال سعادة رئيس الاتحاد انه عندنا ضعف في الدور العماني ربما بسبب الاندية، ولكن هل سيتم انتقاء اللاعبين هذا اذا كان في راح يكون استبدال للاعبين في الفريق الاول المعمرين طبعا كبار السن على حسب الخبرة على حسب أيا كان من نظرتك أنت كمدرب؟ فهل سيتم انتقاء اللاعبين من دوري الفئات السنية أو العمرية فقط، أم في فكرة ثانية أنك أنت راح يعني مثلا تراجع المهارات الثانية؟ طبعا عندنا مواهب كثيرة في عمان، مواهب فيما يخص كرة القدم كثيرة جدا، فهل سيتم انتقاء ذلك؟ شكرا لك. شكرا سيدي على السؤال. بالنسبة للتوضيح، يعني كرة القدم المغربية نتحدث على نفسي وعلى السنتين اللي قضيت داخل المنتخب الوطني المغربي. كرتنا ما كانتش كرة يعني كتعتمد على الدفاع والمرتدات، كما أنني من المدربين اللي ما عندهمش نهج واحد. يعني أنا من المدربين اللي أتأقلم على اعتبارات كثيرة كتعلق بالدراسة والاناليز ديالنا اللي كنعملو الفريق الخصم اللي نلعبوا معاه، نقاط القوة ديالو، نقاط الضعف ديالو، فين يمكننا نحتاطو، كيفاش يمكننا نحتاطو، فين يمكننا نستغلو الجانب الأضعف عنده وكيفاش نستغلوه. كذلك من المدربين اللي عندي ماشي فقط يعني خطة واحدة وكنعتمدها دائما، لكن كنشتغل على حسب الظروف. بطبيعة الحال فهاد الظروف كتهم عندما يجي المدرب عليه أنه يشوف نوعية اللاعبين اللي عنده، نقاط القوة في اللاعبين اللي عنده، نقاط الضعف في اللاعبين اللي عنده، فين كاين الخصص
فين كاين يعني الخطوره، وعلى غرار هذا البروفايل ديال اللاعب، على غرار الخامات اللي عنده المدرب، كنظن من الذكاء انه ذاك الساعات يدير واحد الخطه، ينزل واحد الخطه اللي كتماشى مع هاد اللاعبين. لان في الاول وفي الاخير انا كمدرب شنو خصني ناخذ؟ خصني ناخذ الماكسيموم، يعني اكثر شيء يمكن لي ناخذه خصني ناخذه من هذاك اللاعب باش يعطيني على ارض الملعب. فماشي من الذكاء انني نجي ونفرض عليه واحد الطريقه ديال اللعب اللي يمكن ما كتماشاش معاه. فاول شيء علينا اننا نتعاملوا ان شاء الله مع اللاعبين، نتعرفوا عليهم، نتحدثوا معهم، نشوفوهم كيفاش دايرين من الناحيه الذهنيه، كيفاش دايرين من الناحيه البدنيه، كيفاش دايرين عن قرب. عندي معرفه عليهم بحكم المقابله اللي لعبنا ضدهم في كاس العرب، لكن عن قرب كتكون المعرفه افضل، وفاش ننزلوا معاهم في الملعب يعني كتكون عاوتاني نظره اخرى ونظره اكثر حكمه واكثر تبصر. وعلى غرار داك الشيء ان شاء الله غادي نديروا النهج اللي غادي يمشي ان شاء الله، اللي فيه الصلاحيه باش يدينا ويعطينا النتائج الايجابيه ان شاء الله الرحمن الرحيم. شكرا. شوف انا كما قلت الاخ من قبل، اي واحد يمكن له يعطينا الاضافه مرحبا به، اي عماني يمكن له يعطينا الاضافه وكي عنده الخصوصيات والخصائص ديال باش يعطينا الاضافه فهو مرحب به. هذا عمل ديالي اكيد، انا قلتها من قبل، الطريق ما تكونش سهله وما تكونش مفروشه بالورود، لكن هذا تحدي جميل وتحدي اللي جيد وفيه النفع وفيه الخير، فيه التعب، هيكون عندي عمل كبير. انا لهذا الشيء كذلك جيت من اجل هذا التحدي هذا. غادي نكون اي مكان يسمح لي باش ناخذ معلومه على لاعب او على فريق غادي توجدني فيه او توجد الناس اللي معايا فيه، غادي يكون واحد العمل يومي بتتبع يومي. ما عنديش اختيار الفئه او فئه، ما عنديش اختيار المكان او مكان. مره اخرى اي واحد يمكن له يعطينا الاضافه، اي واحد عماني يمكن له يساهم في تطوير كرة القدم العمانية فمرحبا به. شكرا كابتن. عشان الوقت فياض تفضل.